البارح وصابر معايا كان طالق واحد الفيديو في يوتيوب وكنت كنشوف معاه شي لقطات وهضرنا على واحد السوجي. كاين انسان اللي كيدير الصناعه ديال المحتوى وكيكون كيشوف البيهايند ذا سينز ديال كل حاجه وفهمتي، وفاش كتكون كتخدم واحد الحاجه ما كتبقاش عندك نظره عليها سطحيه كيف ما كتكون عند الاغلبيه ديال الناس. ومن الامثله اللي دز منهم في هذا السويتش هذا هو كيفاش وليت كنشوف الفيديوهات ديال اليوتيوبرز اولا ديال اللي كيديروا لي دوكيومونتير ولا اي حاجه. وهذا السويتش هذا بجد باش هو زوين لحقاش كتكون واعي، بجد باش هو خايب لحقاش كيفسد عليك واحد المتعه اللي غادي تكون عندك الا ما كنتيش عارف هذاك الشيء. باش نعطيكم مثال غنخلي لكم واحد الفيديو في الستوري الجايه اللي كان واحد من احسن الفيديوهات اللي عندهم علاقه بالحيوانات اللي كنت شفتهم في الصغر ديالي. فيديو هربان اللي باقي نعقل فاش شفته اول مره، عاودت توقع شي 5 ديال المرات بكثره ما كان عجبني، بارطاجيته مع الناس اللي راه تنعرف. ولكن فاش عاود طلع لي دابا داز هكا وانا نقول شحال من سحليه غيكونوا صوروا شي 15 ولا 20 باش جمعوا هاد اللقطه. هكا نيشان جاتني هكا حتى نشوفها كانها انا نكريها. حيت كومون واش السحليه وقفات ودارت لك هكا وانت شديتي لاس زوميتي للماكس شي 300 ولا 500 ولا 700 باش ديك السحليه شديتي لها العين ديالها ودارت تغميضه العين وشافت هنا ويدير في بالها طن 1 2 3 4 20 لفعه وبدات غادا هاربه ومتبوعه بستابيليزاتور يعني انت شاد ستابيليزاتور وغادي كتجري معاه لحقاش اللقطه هكا داير. دونك نيشان كيطيح لي التساؤل ديال واش هادي شي استوديو كانوا مكريينو هما؟ واش مثلا انا شاد ستابيليزاتور وحطيت السحليه هنا وقلت لشي واحد يلاه بدا تجري جهه باش هي تبدا غادا هاربه وانا تابعه، وهاد اللقطه هادي غادي نشدو غادي نركبها مع 70 سحليه اخرى اللي انا مصوره وغادي نكري واحد ستوري فهاد اللقطه صغيره. ودوك الفاعل كيفاش مركزين غير على السحليه وما رادينش البال لهذاك الانسان اللي راه كاين حداهم اولا ديك الطوموبيل اللي غيكون فيها هذاك اللي هز هذاك. دوك الفاعل كاملين واش بوسيبل ان يكونوا في بلاصه وحده؟ واش ما جايبينوش هما حاطينهم؟ واش ما محطوطينش في شي بلاصه ومجوعين ومطلوق عليهم شي سحليه وصوروا لقطه هنا وعاود نهار اخر صوروا لقطه وجمعوا داك فسالوا الفيديو هذيك السحليه مشات وقفات في البلاصه اللي ديجا واحد حاط كاميرا ومزومي عليها بالضبط وهي وقفات حدا العشير ديالها. فهمتي زعما هادشي هذا كاجو. نقول في راسي النهار الاول تفرجت وتمتعت وشحال عجبني وبارطاجيت وداز. ودي ماشي شي حاجه اللي زعما كنشوفها دابا على اساس راه خايبه، تكريات ستوري داز طرا لي في بحال تفرجتي في شي فيلم. ويضرب لي في بالي هذوك السبوع اللي كنت كنشوف في ناسيونال جيوغرافيك وتيقول لك السبع هو جلس هنايا ولا بو ايه مشات ورا هاد الشجره هادي لحقاش ديجا فاش داز من حدا السبع طرا واحد الميساج داز قال لها سيري انت جلسي لها سيري انت جلس لها. ودوك السبوعه زعما تصوروا في هذاك النص نهار. دابا في نظرك الا كانت محطوطه زباله ديال الفلوس باش نمشي لواحد الغابه وغادي نصور فيها والسبع صافي جالس ليها واحد اللابوه جالسه ليها واليوم ما طرا والو، واحد النهار اخر عاوتاني هاد التخليطه هادي عاودات طرات بزاف ديال السيناريو مختلفين. واش انت الا كنتي حاط زباله ديال الفلوس ما غاديش تجي تريح مع راسك وغادي تقول ما شديت والو؟ لحقاش خصك يكون عندك بزاف الزهر باش يطرا هادشي هذا قدامك. ما شديت والو غادي نكري ستوري بكاع هادشي اللي راه كاين عندي والستيل كتعطي ليه في بنادم يتفرج يجي يتمتع وتيكمل النهار ديالو عادي. المهم البارح فاش قلت لصابر على البان ديال السحليه هو يبقى صدام قال لي النهار اللي جبته صراحه ما رديتش في البال. ايوا انا دوزت لكم اللعنه، ما تبقاوش تستمتعوا نتوما بهادشي حيت تعصبت انا مع راسي وصافي بغيت نتوما يطرى لكم هادشي. ما حد اي حاجه سلبيه تيكونوا عندها الايجابيات ديالها، هو انه هادشي هذا خصكم تطبقوه على حتى الفيديوهات اللي كتشوفوهم في السوشيال ميديا باش ما تبقاوش تايقوا اي حاجه كتبان لكم. هادشي هذا غيخفف عليكم شويه ديال الضغط اللي ولينا كناس كنعيشوه في السوشيال ميديا. بنادم تيبان شكون اللي غادي يصور راسو في حاله خايبه؟ شكون اللي غيكون عنده الجهد ديال التليفون يصور راسو في حاجه خايبه؟ ما كاينش. راه للاسف راه انا براسي ما غاترش شخصيا انا نصور ولا نقول شي حاجه نيجاتيف في السوشيال ميديا. دونك نتوما تركبوا عليا واحد ليماج اللي رانا تنكون ديما بواحد الصوره معينه كتبان لكم فاش نكون هنايا عندي المورال نهز التليفون. وهادشي هذا خص تطبقوا على كل شيء. غادي تفسد لكم المتعه ديال التفراج من شي نواحي ولكن غتنفعكم من نواحي اخرين.